حتى كلمة الله. الله أيضا كلمة الله مقتبس من اللغة السومرية. فالله يتركب الاسم من الكلمة السومرية آل، وللتعظيم في اللغة السومرية للتعظيم يكررون الكلمة، فالكلمة آل اسم الإله السومري، فأصبح لتعظيم الإله، هذا الإله كانوا يكررون الاسم آل، فأصبح الله في اللغة العربية. فحيث في البداية كانت تعني الإشراق واللمعان والسماء كأعلى موقع في الكون، يعني الإله. فبعد أن تنازلت الإلهة السومرية إنانا عن عرش السماوات على أثر استلاب الأب الرجل سيادة المجتمع على الأرض، احتل الإله المذكر العرش في نهاية العصر الزراعي ومطلع العصر التاريخي، كما تؤكد ذلك المجريات التاريخية في بلاد سومر. استعار الأكاديون هذه الكلمة السومرية بصيغة عل أو عال. الأكاديون اقتبسوها من السومريين وجعلوها عل أو عال أو إيل، ودخلت في أسماء العلم الأكدية في بلاد سوبارتو. ساد هذا المصطلح بين الخوريين أيضا في الفترة الواقعة بين سنة 1600 إلى 1500 قبل الميلاد. وعندما وصل هذه المفردة إلى بلاد الشام الحالية موطن الخوريين والميتانيين، استعمله الكنعانيون. كانوا الكنعانيون أيضا يعيشون هناك، وعندي دراسة في عدة حلقات عن الكنعانيون، والكنعانيون أيضا ليسوا عرب، بل أكثريتهم من أسلاف الكرد كانوا يعيشون. الكنعانيون هم كانوا من الخوريين والميتانيين. وعندي دراسة ونشرتها معززة بمصادر موثوقة. وأيضا الفينيقيون أيضا. فاستعمله الكنعانيون للدلالة على رب الأرباب، وكان يعني عندهم الجبار القوي صاحب العز والعظمة عند الكنعانيين. بدأ العبرانيون يستعملونه. اليهود يعني أخذوا هذه الكلمة بصيغة إلوهيم، حيث تم تسجيله في بداية القرن السادس قبل الميلاد في سفر دانيال في آية 36. وقال اليهود عنه هائيل في حالة المفرد، أو إيليم بمعنى إله الآلهة، التي لفظها العرب لاحقا بصيغة اللهم.